باسم كافة أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى أدعو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السنوسي في محاضرة افتتاحية لأشغال هذا الملتقى الذي تجرى فعالياته على مدار اليومين المواليين 26 و27 من ذي الحجة 46 400 وألف للهجرية 22 و23 جوان 2025 ميلادية بقاعة المحاضرات البنك الوطني للإسكان. فليتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السنوسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب المعالي والسعادة والضيوف الكرام، سادتي العلماء الأجلاء والباحثين، السادة إطارات الدولة في مختلف القطاعات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن هذه الآية الكريمة أيها السادة والسيدات تعلن بيانا خالدا لدستور العلاقة بين الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول، وهو أنه لا صلاح للاجتماع البشري إلا باحترام مرجعية التعارف انطلاقا من وحدة الأصل، فكلهم من آدم وحواء، وبناء على خلقهم مختلفين منذ البداية، فإنهم لم يولدوا جميعا ذكورا، وإنما بدأت خلقتهم من ذكر وأنثى، وأن هدف هذا الاختلاف في الخلقة هو أن يتعارفوا، وأنهم لا يتفاوتون بما خلقوا عليه، وإنما بالنظر إلى أعمالهم وممارساتهم التي توصف في أعلى درجات استقامتها بالتقوى. والقرآن الكريم أيها السادة الأفاضل يصف الاختلاف بأنه ناموس كوني باق، وبأن بقاءه مقصود للخالق، وذلك في قوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والسر في كون الاختلاف مقصودا للخالق هو أن الوحدة هي وصف ذاتي له وحده سبحانه، بينما يخضع جميع ما سواه للثنائية والتعدد، فالكواكب والأجرام والأيام والشهور والمواسم والثمار والأحياء والخلائق كلها مختلفة متنوعة، وليست نسخة متطابقة متكررة. وكذلك البشر في ألوانهم ولغاتهم وأعراقهم وطبائعهم وأهوائهم وأفكارهم مختلفون وليسوا على شكل أو نسق واحد، وإلا فإن الناس إذا تطابقوا وتشابهوا على نحو متساو فإنه لا يتصور أن يقع التعارف بينهم، لأن التساوي التام لا يتحقق معه التعارف الذي يتطلب وجود طرفين مختلفين. كما أن الناس لو كانوا نسخة واحدة متطابقة في الأشكال والقدرات والمؤهلات والممتلكات لما احتاج أحد إلى أحد، ولما أقامت دولة علاقات مع دول أخرى،
غير أن الاختلاف الوارد في الآية الكريمة لا يعني تلك المعاني التي تثير امتعاضنا منها عند سماع كلمة الاختلاف، بل يعني التنوع الذي هو عنوان الجمال والحرية والاعتراف، والمنقذ من وحشة التنميط ونسف الخصوصيات وفرض الوصاية على الآخرين. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وكما بدأ الاختلاف أزليا فسوف يبقى أبديا، سنة الله في خلقه وقانونه الوجودي الثابت الذي لا يقبل التبديل والتحويل. إن مبدأ التعارف أيها السادة والسيدات يستمد مركزيته في العلاقات الإنسانية من الإيمان بالله، ذلك الإيمان الذي تعتبره الأديان السماوية كلها دعوة مفتوحة إلى السلم والأمان والتثاقف والتعاون على الخير، وتبني عليه تعظيمها للخالق سبحانه واحترام كل ما أمر به هذا الخالق من وصايا خالدة باحترام عباده الذين خلقهم من نفس واحدة، وجعل مبدأ الخلق من نفس واحدة معياراً للعدل والكرامة بين الناس، ومعلماً مرجعياً لوحدة المنشأ والمصير، وأساساً لعمارة الكون ورفاه المخلوقين. وإذا كانت بعض المجتمعات قد امتلكت المعرفة العلمية وتقدمت فيها تقدماً هائلاً في الوقت الذي تعاني فقراً في القيم الروحية، وكانت مجتمعات أخرى تستند إلى مخزون قيمي عريق ورصيد روحي وإيماني وافر، بينما لم تقطع أشواطاً مأمولة في مجالات المعرفة العلمية والتقانة، فإن الإنسانية اليوم بحاجة إلى حركة تعارف صادقة ومنفتحة من أجل تحقيق التكامل الذي يعيد التوازن والرشد إلى هويتها الوجودية. ولن يتحقق هذا التعارف إلا إذا كان فعلا صادقا من جميع أطرافه، وليس ممارسة تكتيكية أو نشاطا موسميا لا تحركه إرادة صادقة لإنقاذ حاضرنا ومستقبلنا. إن أهمية التعارف أيها السادة والسيدات تنبثق من كون التحديات الكبرى التي تواجه البشرية ليست تهديداً يخص شعباً دون شعب، ولا مشكلة تؤرق أمة دون بقية الأمم، وإنما تحدق بجميع البشر بلا تمييز ولا اختصاص. والحضارة الإنسانية اليوم تعاني مرضاً هيكلياً عميقاً متشعب الأعراض، فقد ضلت الطريق بعد أن تنكبت عن القيم الإيمانية التي كانت الأديان تنشرها في المجتمعات، وحلت محلها قيم القوة والمادة والنفعية على نحو عدمي يفتقر إلى أبسط خصائص الحق وموضوعية القيم. فرغم التفوق العلمي والسبق التكنولوجي إلا أن الرشد الأخلاقي تراجع تراجعا رهيبا بسبب انفصال العلم عن الأخلاق والقوة عن الحق والمعرفة عن القيم، وأصبحت الإنسانية فريضة للعنف والظلم والفردانية وسيولة المعايير، وضحية لشرعنة التصادم بديلا عن التعارف والتعاون، والإكراه بديلا عن التعدد والاختلاف. وقد أرشدتنا تعاليم الأديان وآثار الحكماء إلى أن تدبير الاختلاف يكون إما بالصراع وإما بالتعارف واستخدام القوة والفرض والتخويف. وإن أخطر ما يهدد مبدأ التعارف المنشود هو ذلك الاعتقاد بمركزية الذات وتفوقها وتفردها بامتلاك الحق والصواب، مع ما ينتجه هذا الاعتقاد من احتكار لتمثيل الحق وممارسة لعنف الوصاية، مما يؤدي في النهاية إلى انزلاقات خطيرة على النحو الذي يؤصل له فكر
صدام الحضارات، ويستثمر دعاته في انزلاقات الاختلاف وردود الأفعال، ويفتحون به أبواب الحروب المدمرة والصراعات التي لا تعود على أي طرف بخير. وما نشاهده هذه الأيام في غزة وما تلاها من حروب عبثية هو خير مثال على عدوان الإنسان على أخيه الإنسان، وأظهر مثال على نكران التعارف وغطرسة القوة وغرور الفوقية التي يذهب ضحيتها في الغالب النساء والأطفال والضعفاء. والقرآن الكريم يخلد شهادته بأن التعارف الذي يثمر التقوى والعدل هو ما لقنه جميع الأنبياء لأتباعهم وشعوبهم، وأن التقوى الحقيقية قد سعت الأديان والرسالات السابقة كلها إلى نيلها وبلوغ جوهرها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فلا تفاوت ولا تفاضل بجنس أو نسب أو لغة أو لون، وإنما يكون التكريم على أساس القيم، وأعلى هذه القيم التقوى، تلك التقوى التي جسدها القرآن الكريم فعليا حين كان يورد آراء المخالفين بأمانة قبل أن يفندها ويبين مخالفتها للصواب، ويوجه خطابه لأصحاب تلك الآراء كي يؤسس للحوار مع المخالف مهما كانت فكرته بعيدة عن الحق في نظر أتباع الحق. وفوق هذا يقدم القرآن الضمانات لاستمرار الحوار وحماية أصحاب الفكر المخالف من خلال تأكيده على التجرد ونكران الذات وعدم شخصنة الحوار أو حشر المخالف في خانة العداوة والتحقير والتشويه. ومخاطبات القرآن في هذا الصدد معتمدة دوما على الضمائر والأسماء الموصولة وأسلوب الحكاية والتركيز على القول لا على القائل، بل إن القرآن الكريم ينهى أتباعه عن ادعاء المركزية بقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إن التعارف أيها السادة والسيدات هو الوسيلة المثلى لإدارة المصالح المشتركة، والبيئة المثلى أيضا لاحتواء الجميع دون إقصاء، والقوة المثلى أيضا لحماية المجتمعات والدول من الاحتراب والتناحر. وإن مبدأ التعارف لحقيق أن يكون أهم الأسس التي ينبغي إعادة صياغة العلاقات الدولية وفقا لمعاييره ومضامينه، فالعدل والمساواة والأخوة الإنسانية والحوار والاحترام المتبادل وحرية الاختيار والتعاون وكف الظلم كلها قيم يثمرها التعارف السليم وتنشدها الإنسانية وتعلي من شأنها الديانات والأعراف المقبولة، وبه يتحقق التعايش الذي أمر به الإسلام أتباعه بقوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وشكرا على حسن الاستماع والإصغاء.